ان شاء الله. نروح لاحمد العش لاعب النادي الاهلي. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن كريم، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ ما كنتش سامعني انت؟ والله غصب عني بس معلش. اخبارك ايه؟ كل الامور تمام؟ تمام الحمد لله والله. سمعنا ان انت خلاص يعني موجود مع النادي الاهلي، هتكون موجود في فتره الاعداد في النمسا، وبعد النمسا بقى هيشوف يعني كابتن حسام البدري هل احمد العش هيكمل ولا هتروح اعاره؟ وبسم الله الرحمن الرحيم. في الاول يا كابتن كريم كان في اعاره الاول في نادي الجونه في شهر يناير اللي فات. الدوري ما كملش يعني بعد ماتش بورسعيد وكان نادي الجونه كلمني تاني علشان يجددوا الاعاره سنه. ايوه. فبعتوا فاكس للنادي الاهلي وكده من حوالي اسبوعين او ثلاثه. فالنادي الاهلي قال لهم لا نصبر شويه، كان لسه مستر مانويل ماسك، فقال لهم قال الحاج احمد الصحيفي نصبر شويه بعد ماتش افريقيا الاخير. فجيت بعد كده كلموني وكده اتفقت معاهم على كل حاجه، فجي كابتن حسام قال لا يبدا معايا الاعداد وكده. ده اللي انا عرفته يعني. يعني هتبدا الاعداد مع النادي الاهلي وهو من راجل متمسك بوجودك. هو كابتن حسام اللي انا عرفته اللي هو قال ان احنا نكمل معاه نعمل معاه فتره الاعداد وكده، وبعد كده يعني نحدد كل حاجه يعني ان شاء الله. بس اعتقد يعني تمسك بيك الكابتن حسام البدري والجهاز الفني يعني دي حاجه كويسه يا احمد، هتديك دفعه ان انت تكون موجود في خط الدفاع السنه الجايه بشكل اساسي، على اساس ان برضه في مجموعه من اللاعبين المميزين، واكيد المنافسه هتبقى قويه في مركز الدفاع. يعني عندك وائل جمعه، عندك محمد نجيب، شريف عبد الفضيل، سعد السمير، احمد العش، يعني كلهم مجموعه من اللاعبين المميزين جدا. وطبعا يا كابتن كريم يعني اللعيبه كلها كويسه ولاعيبه محترمه، وطبعا الاولويه للنادي الاهلي، النادي الاهلي في كل شيء طبعا. ولو ما فيش نصيب في النادي الجونه برضه ناس محترمه بصراحه. انا اتعاملت معاهم حوالي شهرين، اتمرنت معاهم فيهم، فالناس محترمه. كابتن انور مدرب كبير برضه. فهنا بس الاولويه طبعا النادي الاهلي، يعني ما فيش نصيب في النادي الاهلي اعاره النادي الجونه ما فيش مشاكل يعني. طيب احمد انت لسه تحت السن؟ انا تحت السن يعني هتقيد السنه دي في صفوف الناشئين؟ في الناشئين. ولما انت رحت نادي الجونه ما لحقتش تلعب ان الدوري ما كملش؟ لا انا ما لعبتش، انا خلصت قبل ماتش بورسعيد بثلاث ايام، لا لو المصري بثلاث ايام بالظبط. طيب لما رحت نادي الجونه يعني مع كابتن انور سلامه وان نادي الجونه عايز يجدد اعارتك، ده معناه ان نادي الجونه برضه متمسك بتجديد الاعاره؟ هو كابتن انور كنت انا لعبت مع كابتن انور ماتشين ودين، كنت جبت جوال برضه في ماتشات وديه. فكابتن انور يعني كان يتكلم معايا قبل ما نخلص التمرين وناخد الاجازه، فاتكلم معايا قال لي يا ريت نجدد الاجازه الاعاره السنه الجايه. فقلت له يا كابتن بالنسبه لي مفيش مشاكل، لكن اهم حاجه النادي الاهلي يعني، لان القرار مش قراري. تمام. قرار العوده او البقاء في النادي ده مش قرار يعني، قرار النادي الاهلي يعني. بالظبط. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا ابو حميد مع النادي الاهلي في معسكرك في النمسا، وتعمل مستوى كويس، وان شاء الله تكون موجود مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه. بشكر طبعا احمد العش لاعب النادي الاهلي.